يلا نصلي على الرسول ونعرف قصة النهاردة. قصة النهاردة بتقول أنا أماني. أنا متجوزة وعندي طفلين، عايشة مع جوزي وشغالين أنا وهو في نفس الشركة. جوزي إنسان مش مهتم بشغله خالص، طول الوقت بيروح الشغل بالعافية ودايما بيتأخر، بعكسي أنا تماما. أنا طول الوقت بروح بدري وبخلص الشغل اللي عليا. مديرنا مدير رخم قوي ودمه تقيل، وطول الوقت بيشخط وطول الوقت خلقه ضيق، وانا مش ما كنتش حباه، بس غصب عني ان هو ده مديري، وما كانش بيمسك عليا غلطة نهائي، وطول الوقت كنت بقدم شغلي مظبوط. اما جوزي كان طول الوقت بيبهدله ودايما بيعمل له خصومات في شغله لانه ما كانش منضبط في شغله. كان على طول بيديله خصم كتير جدا من المرتب، وكان مرتبي انا يعتبر هو اللي فاتح البيت، وشغله هو يعتبر بيروح خصومات وتعتبر مواصلات ومصاريف، فكله كان طاير، مفيش غير مرتبي انا اللي الوحيد اللي ماشي، لان انا كنت بشتغل كتير جدا عشان اكفي البيت. كنت بشتغل كمان ساعات زيادة، وغير كده وكده كنت طول الوقت منضبطة، وطول الوقت بحاول اعمل شغل كويس عشان اتكافئ عليه واخد مكافآت. وبعدها بفترة لقيت المدير بتاعي بدأ يكلمني بطريقة غريبة، بحيث ان هو بقيت حاسة ان هو شخصيته مش عاجباني، وبدأ يقرب مني وبدأ يتكلم معايا كلام انا مش حباه، وطريقته غير الطريقة اللي بيعامل بيها باقي الموظفين. طبعا وقفته عند حده وقلت له لا انا مش، بدأت اكلمه بطريقة مش كويسة بحيث ان هو يلتزم حدوده معايا. كان بياخد كل اللي أنا باعمله فيه وكان بيطلّعه على جوزي، وكان طول الوقت بيشخط فيه وطول الوقت بيدّي له خصومات، وكان جوزي قليل الحيلة، بمعنى إن هو كده بيخلّيه يدّي له فرصة لكده، لتأخيره وعدم شغله، وإن هو ما بيقدّمش شغل مضبوط كانت بتدّي له فرصة لده. أمّا بالنسبة لي أنا ما كانش قادر يمسك عليَّ غلطة وما كانش قادر يعمل معايا حاجة. ومع مرور الوقت في الشغل بدأت أنا آخد درجات أعلى من درجات جوزي في الشغل، بقيت أنا تفوّقت عليه وخدت مكان أعلى من المكان اللي هو فيه، وبالتالي جوزي بقى نفسيته وحشة جدًا وبقى متضايق وما بقاش عاوز يروح الشغل أصلًا، وبقى طول الوقت باتحايل عليه عشان يروح الشغل، حتى لو بيروح ساعتين وبيرجع يروّح. كنت باقول له حاول اجتهد وحاول إن أنت تشوف شغلك كويس، صدّقني هتلاقي نفسك بتطلع وصدّقني. لكن هو كان إنسان مهمل وما كانش بيحب شغله، وكان طول الوقت بيحب الخروج وما كانش حابب الشغل، ولا حابب إن هو يفضل في الشغل، ولا حابب يشتغل أصلًا. مع إنه هو عارف إن التزاماتنا طول الوقت بتزيد، وأنا كل ده عمّالة باحاول إن أنا أجتهد في شغلي عشان أدخّل دخل زيادة عشان بيتي وولادي، لكن هو كان عكسي خالص، ما كانش شايل أي مسؤولية ولا شايل أي حاجة، وطول الوقت عايش وقته وخلاص. وكان مديره طول الوقت خلاص بقى خَد عنه إن هو موظف مهمل وما فيش أي فايدة معاه. وفي يوم رُحت الشغل لقيت المدير قاعد مع جوزي في قلب المكتب بتاعهم، في قلب المكتب بتاع المدير، وقاعد بيتكلم معاه وفضل ييجي نُص ساعة عنده جوّه، ومش لاقية صوتهم طالع ولا بيتخانقوا ولا في أي حاجة زي كل يوم. استغربت قُلت معقولة! في حاجة هتحصل النهارده! جوزي إزاي والمدير مش بيتخانقوا؟ فقُلت خلاص ربنا يهدي، يمكن ضبط شغله أو يمكن الدنيا كويسة معاه. وفعلًا قعدوا وطلعوا كانوا بيضحكوا وما فيش أي حاجة، وده اللي استغربت له أكتر وأكتر، لإن كنت مستغربة إن المدير أصلًا ممكن أصلًا يكون بيتكلم مع جوزي. وقتها قُلت خلاص عادي يمكن الدنيا ضبطت معاه وربنا يهديهم وربنا يهديه لشغله، عشان كل ده هيخف الحمل عني شوية. ولمّا روّحنا البيت باسأله باقول له: "أنت قاعد مع المدير خير، ده أنت حتى ما فيش عمار بينك وبينه، إيه اللي مقعّدك معاه؟" قال لي: "ما فيش حاجة، هو كان قاعد بيتكلم معايا وبيشتكي لي منِّك." قُلت له: "بيشتكي لك منّي إزاي؟" قال لي: "بيشتكي لي منِّك، بيقول إن أنتِ أسلوبِك ناشف أوي وبتتكلمي معاه وِحِش قدّام الموظفين، وده ما ينفعش إن هو راجل في مكانته دي إن أنتِ تتكلمي معاه كده، حاولي تتكلمي معاه بأسلوب كويس." فقُلت له: "دي حاجة ما تخصكش، أنا باعمل شغلي، أمّا علاقاتي دي حاجة تخصني أنا." وبعدين هو ساعات بيزوّدها وأنا باحاول أوقّفه عند، قال لي: "لأ ما بيزوّدهاش، أنتِ بس اللي معقّدة شوية." بدأت أستغرب من رَد فعله وقُلت عادي، ممكن هو متضايق مثلًا عشان المدير اشتكى له منّي. في مرّة عدِّت ولقيته هو كل مادة بيتصاحب على المدير، وكل مادة باحس إن المدير ما بيزعّقلوش على تأخيره، وبدأت أحس بحاجة غريبة بينهم. قُلت خلاص يمكن ربنا يكون هداه لشغله وربنا يهدي له المدير بتاعه ويفضلوا كويسين. وبعدها طبعًا بدأت أتعامل كويس مع المدير، لأن هو شايفة إن هو كويس مع جوزي، وأنا بالنسبة لي هو كان محترم وخلاص بدأ يعرف حدوده ويشوف التزاماته معايا إيه، وخلاص أنا بيني وبين شغله إن أنا هو المطلوب مني الشغل وباعمله، أمّا باكلمه باحترام وكويس وما بقيتش أتشخّط عليه زي الأول لأني شايفاه بيعامل جوزي كويس. وفي يوم بادّي له ملف لقيته مسك في إيدي ماسكة غريبة كده،
ولقيته مش عاوز يسيب إيدي بالملف، فبصيت له كده وباقول له: "إيه اللي أنت بتعمله ده؟" ولقيتني زعقت له، فتاني يوم لقيته هزّق جوزي في الشغل وقال له: "أنت متأخر ليه؟" بعد ما كان بيسكت على تأخيره وبيسكت على شغله اللي هو المفروض ما عملوش. لقيت إن هو عمّال يتخانق معاه ويزعّق وصوته عِلي عليه، ولقيت الموظفين اتلمّوا وبقت الدنيا مقلوبة عليهم. وجه جوزي اليوم ده عمل لي مشكلة كبيرة في البيت، قُلت له: "طَب أنا مالي؟" قال لي: "أنتِ السبب، أنا قُلت لِك كام مرّة ما تكلميهوش بالمنظر ده، كام مرّة حاولي تتعاملي معاه كويس، هو اللي أنتِ بتعمليه بييجي يعمله معايا." ورجعت وأنِّبت نفسي وقُلت خلاص يا بنتي لايميها وحاولي ما تتخانقيش مع الراجل كل شوية واتكلمي معاه كويس. وبدأت فعلًا أتكلم معاه كويس وخلاص وصوتي هدي وما بقيتش أحاول إن أنا أزعّق معاه، وهو كمان بدأت أحس إن هو هدي وبقى يتكلم مع جوزي كويس وما بقاش يدق له على أي حاجة. وفي يوم مشؤوم جه لقيته بيقول لي: "أنا عايز أطلب منِّك طلب." قُلت له: "خير." قال لي: "بس أنا عايز أسأل جوزِك الأول." قُلت له: "تسأل جوزي على إيه؟" قال: "على الطلب اللي أنا عايزة أقوله لِك." قُلت له: "قُل لي أنا خير في إيه؟ حضرتك عاوز إيه؟" قال: "في وظيفة تعتبر نائب المدير." قُلت له: "نائب حضرتك؟" قال لي: "آه، بس أنا مش لاقي أحسن من جوزِك أدّي له الوظيفة دي." قُلت له: "طَب ده إزاي ده؟ أنت حضرتك يعني طول الوقت عامل مشاكل معاه وأصلًا ما فيش عمار بينكم وهو أنت دايمًا هو أنت بتقول موظف مش كويس، يبقى أنت هتخلّيه النائب بتاعك إزاي؟ يعني بناءً على إيه؟ أنت بتقول هو مش شاطر أصلًا." فقال لي: "الكلام ده أنتِ اللي هتحدديه." قُلت له: "أنا اللي هاحدده إزاي؟ أنا اللي هاخلّيه النائب بتاعك؟" قال لي: "آه، أنتِ اللي هتخلّيه النائب بتاعي." قُلت له: "طب ده إزاي ده؟ طب ده أنا لو هاخلّيه النائب بتاعك كنت هاخلّيه من الصبح، وممكن أمشّي حضرتك عادي واخلّيه يقعد مكانك." قعد يضحك كده ضحكة غريبة ولقيته بيبتسم وقال لي: "لأ صدقيني، أنتِ اللي تقدري تخلّيه النائب بتاعي." قُلت له: "طب إزاي؟ أصحّيه بدري يعني والله أنا باحاول أحمّسه لشغله كتير، بس هو اللي كسول، بس أنا غصبٍ عني. يا ريت والله إحنا عندنا ولاد ومحتاجين فعلًا زيادة المرتب دي، لإن أنت حضرتك عارف الظروف، ويمكن لمّا يترقّى ويحس نَفْسه كويس، يمكن بعد كده يشتغل وينضبط في شغله." وبقيت باحاول أحايل فيه وأقول له عشان فعلًا يدّوا له الوظيفة. لقيته بيقول لي: "بس بشرط." قُلت له: "بشرط؟" أؤمر حضرتك قُل اللي أنت عاوزه. قال لي: "أنا عاوزِك أنتِ." قُلت له: "أنت بتقول إيه؟" قال لي: "أنا باحبِك أنتِ، أنا عاوزِك، أنا نِفْسي حتى يعني أنا كان زمان كان نِفْسي أقول لِك الكلام ده بس أنا غصبٍ عني باحبِك ونِفْسي فيكِ أوي." قُلت له: "إيه الكلمة السافلة دي؟ إيه نِفْسي نِفْسك فيّا يعني إيه؟" ورُحت قايمة ما حسيتش بنَفْسي إلا وأنا باضربه بالقلم. خد القلم وسكت وما اتكلمش ولا قال اي حاجه خالص. وانا روحت ما بقتش عارفه اقول لجوزي ايه ولا اصلا قادره افتحه في اي حاجه ولا اقول له المدير عمل ايه ولا كان بيطلب مني ايه. وسكت. بعدها باسبوع واحد بس لقيته قاعد مع المدير وقاعد بيتكلم معاه، ولقيت جوزي يوميها جاي شايط وعمال يهيص وبيزعق لي. بقول له: انت بتزعق لي ليه؟ قال لي: "عشان أنتِ المشكلة الوحيدة اللي في حياتي." قُلت له: "ليه أنا عملت إيه؟" قال لي: "بقى المدير يقول لِك أنا هاعيّن جوزِك النائب بتاعي وأنتِ ترفضي." قُلت له: "بس أنا ما رفضتش." قال لي: "لأ أنتِ رفضتِ." قُلت له: "لأ أنا ما رفضتش." وما بقيتش عارفة أقول له إيه. وفي الآخر قُلت له: "أنت عارف طلب مني إيه قصاد الوظيفة دي؟" قال لي: "ما طلبش منِّك حاجة، طلب منِّك إيه؟ طلب منِّك تتعاملي معاه كويس، وطلب منِّك إن أنتِ تبقي بني آدمة كويسة، وما مش طول الوقت تزعّقي فيه، مش يعني أنتِ الناس كلّها كده." كل الناس شاطرة في شغلها، كل الناس بتروح بدري، وكل الناس منضبطة، ما فيش غيرِك أنتِ يعني اللي شايفة نفسِك عليه وطول الوقت عمّالة تزعّقي فيه، وأنتِ تكرهي لنا الخير، تكرهي لنا الرزق. ولقيته بس قُلت له: "بس هو مش هو دي طلباته، افهم مش دي الطلبات اللي هو عاوزها." قال لي: "لأ هو ده اللي هو عايزه، عايزِك تتعاملي معاه كويس." وتاني يوم رُحت للمدير وقُلت له: "أنت قُلت لجوزي إن أنت كنت عاوز منّي إيه؟" وصدمني بكلمة إن هو قال له إن هو عايز مراته تروح له بيته. لقيته بيقول لي: "طب وإيه رأيِك إن جوزِك عارف؟" قُلت له: "لأ أنت كدّاب، أنت ما قُلتلوش كده." قال لي: "صدقيني جوزِك عارف وموافق، وقايل لي أنا بالراحة وهامهِّد لها واحدة، واحدة. إيه رأيِك أنتِ بقى؟ شُفتِ المشكلة عندِك أنتِ." خرجت من عند المدير وجريت على جوزي وخدته وروّحنا. خدته من الشغل يوميها بدري وروّحنا. قُلت له: "تعالَ أنا عاوزاك." وروّحنا وكلمته وقُلت له: "أنت المدير قال لك إن هو عاوزني، المدير قال لك إن هو عاوز ياخدني البيت مقابل الوظيفة بتاعتك وأنت قبلت." قال لي: "طب أنتِ شايفة أنا أعمل إيه؟ ما هو كل ده عشان حياتنا وعشان ظروفنا تتعدل وعشان الولاد.
طب غصبٍ عني هاعمل، أنتِ تكرهي لي الخير، أنتِ تكرهي إن إحنا نبقى حياتنا أحسن ونعمل مستقبل كويس لولادنا، ونائب المدير دي يعني خلاص لمّا هو يسيب مكانه أنا هابقى المدير وهيبقى دخلنا كويس، أنتِ تكرهي كده، أنتِ دايمًا ما بتحبّليش الخير. بصيت له كده باستحقار وما بقيتش عارفة أقول له إيه، وخلّي بالِك لو ما وافقتيش أنا مش هاروح الشغل تاني، ومش بس كده يبقى أنتِ خربتِ البيت، يبقى تاخدي عيالِك وتمشي، البيت ده ما تقعديش فيه. لقيته قراراته غريبة وكلّها بتلوي دراعي إن أنا أعمل علاقة مع المدير، وإن أنا هو ياخد الوظيفة دي بأي تمن، حتى لو التمن ده هيكون أنا، وهاكون عرضه وشرفه، وبالنسبة له عادي، المهم إن هو ياخد الوظيفة دي ويدخل له دخل كبير، مع إن أنا ما بقيتش فاهمة أنا متجوزة ده إزاي وكنت عايشة معاه إزاي. ولقيته بيقول لي: "فيها إيه لو رُحتِ له يوم واحد في الأسبوع، إيه المشكلة؟ يعني ساعتين دول هيعملوا لِك إيه، هينقّصوكِ؟" بقيت أقول له: "أنت مش راجل، بجد أنت مش راجل، أنت إزاي بتقول كده؟" ودلوقتي حاططني في اختيار صعب، يا إما إن أنا أروح للمدير ده وأعمل علاقة معاه وهو ياخد الوظيفة، يا إما آخد بعضي وعيالي وأمشي وما أقعدش في بيته ويطلّقني، وأنا مش عارفة ومش لاقية لي حل. أنا قاعدة عند أهلي بقى لي فترة كبيرة ومش عارفة، مش لاقية لي حل، وباروح الشغل والمدير طول الوقت يقول لي: "فكرتِ؟ أنتِ فكرتِ؟" وأنا قاعدة بعيد عن بيتي وبعيد عن حياتي، وكنت خلاص حاسة إن أنا مخنوقة. قولوا لي أرجع والّا ما أرجعش؟ أنا حياتي اتدمرت. ودي كانت قصة النهارده. أتمنى أقول لصاحبة القصة إن جوزِك ده راجل، معلش دايوس، راجل ما ينفعش يبقى ليه شرف ولا عرض. النهارده باعِك عشان وظيفة، بكرة الله أعلم هيبيعِك عشان إيه. البني آدم اللي ما يخافش على شرفه وعلى عرضه بعد كده هيبيع ولادِك عشان نفس الوضع، عشان فلوس، عشان وظيفة، عشان أيًا كان، والله أعلم أنتِ بنات والّا صبيان والّا هو هيبقى دنيته ماشية إزاي. لكن اعرفي اللي يبيع مرّة هيبيع مليون مرّة، لأن البني آدم ده ما عندوش كرامة وما عندوش نخوة، الراجل اللي ما عندوش كرامة ولا عنده نخوة ما يتعاشش معاه. وللأسف ما ينفعش تعلّموهم له، لأن هو المفروض دي طبيعة فيه، غريزة فيه إن هو يكون يخاف على أهل بيته وعلى مراته، يكون دمه حُر، لكن هو طالع من غير ده استحالة هتعرفي تعلّمي ده، ودي مش غلطة، دي طبيعته، عايزة تفضلي معاه كده هتفضلي معاه كده طول عمره، وما فضلتيش معاه بالمنظر ده هتقضي على نفسِك وعلى ولادِك، فأحسن ليكِ، أحسن حل ليكِ إن أنتِ فعلًا تبعدي وتسيبي البني آدم ده، لأنه خسارته بالنسبة لِك هتكون مكسب، تكسبي نفسِك وتكسبي ولادِك.